وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. ولهذا من بركة بصر الإنسان أن يجاهد نفسه على حفظه. قد ينفلت منك البصر بنظرة عابرة، لكنك مع المقاومة والمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يتحقق لك بإذن الله عز وجل بركة البصر وحفظه. وإياك ثم إياك ثم إياك مما سماه بعضهم في زماننا الخلوة العصرية، وهي الخلوة التي تكون من كثير من الشباب والشابات مع القنوات الفضائية أو مع الشبكات العنكبوتية. عندما يجلس الشاب أو الشابة وحده في الغرفة ثم يلتفت ويرى الباب مغلقا ويقول: لا أحد يراني من الناس، ثم يبدأ ينظر ويشاهد فيما في تلك القنوات من الخسائس والقاذورات، وينسى أن رب العالمين مطلع عليه. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. قل إن الله عز وجل رقيب علي مطلع علي يراني لا تخفى عليه مني خافية. يراني ماذا أعمل بسمعي وماذا أعمل ببصري، فيتقي الله جل وعلا ويجاهد نفسه في حفظ سمعه وبصره وفي تقوى ربه تبارك وتعالى، ليكون السمع مباركا وليكون البصر مباركا وليكون العبد متقيا لله تبارك وتعالى في سمعه وبصره. وليعلم أن هذا السمع وهذا البصر سيسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن كل ما نظر به إليه وعن كل ما استمع بسمعه إليه، كل ذلك يسأله عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل عن سمعك وتسأل عن بصرك، كل ذلك يسألك الله عنه